قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر. الحدود ما تغلقتش على بلاد الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك نكملوا مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجوا من الحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك اعمال ارهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش ارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين. وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود الاخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من كذا، وما خلينيش نهضر. انا عارف الخبايا صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشرة. ونزيدك اللي توصل الجزائريين او الاجانب الفرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. تاريخ وضح تاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه نتاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل في الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركفوك عودك والفيزا وما نعرفوش. العلاقات بيناتنا راها آلاف السنين. واحد ما يشتمش المستقبل. نقول لك يعتذر الشعب الجزائري قبل كل شيء، لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيتي دير لي الفيزا، أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. طاحوا مع سي اليمين فحل والجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك أين الحدود نبلعها. هذا ما كان هكا صرا. دروك بغاو يصلحوا العلاقات، لأن علاقات اقتصادية قوية كانت بيناتنا، والمستفيد مش بالضرورة احنا، معليش احنا فيه طرف من الحدود تاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذه عايشين معنا، عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين مرحبا، ونعاودوا نبنوا. لأن اليوم تجمعات تكتلات جهوية انت ما تكون قوي الا ما تكون منتمي اليها. ما اقتصاد لما غدوه تبني اتحاد المغرب العربي فيه قوه نتاع يصير عندك 70 مليون مستهلك، اكثر من 70 مليون مستهلك، بالحق حتى 90 مليون من تحسبها اليوم مستهلك منتج الى اخره. ولكن احنا راغبين، نظن نقول شكون راه يكسر في العلاقات بيننا وبينهم، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين تونس، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين مصر. انا ما متفق معاك، مانيش نهضر على هالشيء. انا داتني نعرة على اولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد من 60 عام تخرجوا من الشمبرة تاعو، ما تخليش ترفض المحفظة تاعو وتضرب كل فيه، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوة. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطة ونسمحوا له وطلبوا السماح وكذا، وممكن تمام. لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو.